هو لو راح كده هو مثلا زود 20 30 كيلو ممكن يجي له مزق، تلاقي بقى القطنيه عنده وجعاه والكلام ده كله. تلاقي واحد بقى له شهرين لسه داخل الجيم وتلاقي عمال يروح كده ويجي ويروح كده ايه ويجي، وهو اصلا العضله بتاعه القطنيه عنده هي ما تعرفش تشيل اصلا 10 كيلو على بعض. فالفكره كلها في ايه؟ ان انت مجرد لما انت بتروح كده بجذعك بس لقدام، انت الوزن عايز يسحبك ويوديك فين؟ في الفليكشن. فانت لو رجعت كده لورا فانت دلوقتي بتعمل ايه؟ بص، سباين اكستنشن، يعني بتعمل عمليه فرد العمود الفقري. كونك فردت العمود الفقري بالشكل ده فانت كده بتشغل قطنيه. شوف لو انا هنا ذراعي ثابت وقاعد اعمل كده اهو، انا كده بشغل قطنيه. شايف دي كده؟ شايف الحركه دي كده؟ انا كده بمرن القطنيه عندي. طب انت عايز تتمرن على اللاتس بكل بساطه، دراعك ده هو اللي محتاج يروح كده اهو ويرجع كده، زي الجهاز بتاع ايه؟ الماشين روز كلوز جريب. صدرك بيبقى متثبت صح؟ هل صدرك بيفضل يعمل كده في الجهاز اللي هو شيست سبورت؟ طب يبقى لازمته ايه؟ هل ده ما بيجيبش اللات؟ بيجيب لات. فالفكره وصدرك متثبت وثابت ده بيجبر ايديك ان هي تتحرك فقط، فبيخلي اللاتس هي اللي شغاله.